انا صبر على مسؤوليه وعلى حاجات نفسي تحصل ومش بتحصل، بس بيجي عليا وقت بقول يا رب انا تعبت وتعبت ومش قادر استحمل اكتر من كده. هل ده سوء ادب مع الله؟ لا. اللي يقول لي يا رب انا تعبت ده واحد بيفضفض مع ربنا. ممكن يبقى سوء الادب لما اقول له يا رب حضرتك اتاخرت عليا، إيه امتى بقى يا رب بقى؟ اما الناس كلها بتاخد وانا ما باخدش، كاني بعاتب ربنا. ده اللي يبقى سوء ادب. لكن لما اقول له يا رب انا تعبت، لا، ما هو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا رب يا رب نزل النصر، ألا إن نصر الله قريب. فلا، ما فيهوش سوء أدب. بس أوصيكي بحاجة: أكثري من الصلاة على النبي، بها ينزل الفرج، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم إن من أكثر الصلاة عليه إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إزاي الإنسان يبقى مقامه عالي عند ربنا؟ أقول لك على حاجة تخلي مقامك عالي قوي عند ربنا: ترك الأذى. قدس وعظم خواطر البني آدمين. أقربنا إلى الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكثرنا مسالمة للناس بلسانه وإيديه. وأنت حفظت أكتر مني: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، رواه الإمام النسائي. فأقربنا مقاما هو الناس اللي بتكف الأذى. وكما قال صلى الله عليه وسلم في استفتاح الخطبة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فربنا ياخد بإيدينا.